وهذا النويز او هذا الضجيج يخليك انك ما تركزش على دوك الاهداف او دوك المهام اللي خاصهم يدار. هي لهاد الدرجه هادي، حيت كل واحد عنده واحد النويز او واحد الضجيج داخلي، داك الصوت اللي كيدير لنا واحد الصداع في ريوسنا من الافكار السلبيه. اليوم غادي نلخص لك 5 الافكار مهمه التطبيق اللي غادي تخليك انك تبدل لك الطريقه كيفاش انك كتهضر مع راسك. واش سبق لك وحسيتي بلي كاينين جوج اصوات في راسك متناقضين مع بعضياتهم؟ واحد ديما كيخليك انك تفكر في دوك الافكار الايجابيه وديما كيشجعك على الاهداف ديالك وكيخليك انك تنمي في راسك. واحد الصوت اخر ديما كيخليك انك تفكر في دوك الافكار السلبيه، انا فاشل، هاد الحاجه ما صدقاتش ليا، يعني غادي نتخلى عليها، يعني ديما كيخليك في ديك المرحله ديال الشك. كاين واحد العالم ديال علم النفس كرس حياته كامله باش يفهم هذا الصوت الداخلي اللي ما كيخليش لا بليبار ديال الناس انهم يحققوا الاهداف ديالهم المستقبليه. وكيفاش اننا هاد الصوت الداخلي نخليوه انه يكون واحد الصديق لنا عوض ما يكون واحد العدو. قبل ما نتعرفوا على هذا العالم اللي غادي نلخص لكم بعض الافكار ديالو اللي كاينه في الكتاب ديالو اللي سميتو دو شاتر دو فويس ان اور هيد. ولكن كيف العاده اللي ما كيعرفنيش، انا محمد اوتم، مهتم باي حاجه متعلقه بالبرودكتيفيتي او نيروساينس. خرج هذا الكتاب هذا في عام 2021 اللي سميتو شاتر دو فويس ان اور هيد. الكاتب ديالو الرائع اللي سميتو ايتان كروس، متخصص في دراسة العواطف والتحكم في الذات. الكتاب حصل على إشادة من كبار الأسماء في علم النفس وتحط في القائمة الأكثر الكتب مبيعا. وهذه المبيعات ديال هذا الكتاب هذا ماشي صدفة، لأن الأفكار اللي كاينين في هذا الكتاب هذا مبنية على تجارب حقيقية في الواقع. الفكرة الأولى اللي هو الضجيج الداخلي الشاطر، هو فاش كيتغير داك الصوت الداخلي ديالنا العادي اللي كيعاوننا اننا نخططوا الاهداف ديالنا في الحياه، وكيولي واحد الدوامه ديال الافكار السلبيه اللي كتغلب على دوك الافكار الايجابيه وكتخليك انك تشعر بواحد الشك واللوم والندم. وهذا النويز او هذا الضجيج يخليك انك ما تركزش على دوك الاهداف او دوك المهام اللي خاصهم يدار، وكيأثر ايضا على صحتنا النفسيه وحتى النعاس ديالنا. اي لهاد الدرجه هادي، حيت كل واحد عنده واحد النويز او واحد الضجيج داخلي، داك الصوت اللي كيدير لنا واحد الصداع في ريوسنا من الافكار السلبيه. المشكل الى كثروا دوك الافكار السلبيه كيتغلبوا على دوك الافكار الايجابيه اللي ما كيخليكش انك دير دوك المهام المهمين او دوك الاهداف المهمين في حياتك، يعني كيخليوك ان كيعيقوا لك المسار ديالك. الفكره الثانيه اللي هي فاخ الزون او القرب المفرط. المشكل ماشي هي وجود المشاكل في حياتنا، المشكل هو اننا كنركزوا على دوك المشاكل اكثر من القياس. بحال الا كتشد كاميرا وكتزومي على شي لقطه، هذا التركيز المفرط كيخلينا اننا ما نركزوش مزيان وما كيخليناش انه توضح لنا الرؤيه باش اننا نلقاو الحل لدوك المشاكل. الحل بعض المرات تيكون بسيط، ولكن التركيز ديالنا المفرط على دوك المشاكل كيخلينا اننا ما نشوفوش دوك الحلول لدوك المشاكل. الفكره الثالثه اللي هو التباعد الذهني mental distance، هو القدره على انك ترجع خطوه للور وتشوف داك المشكل كواحد الملاحظ بلا ما تحكم على داك المشكل. ملي كترجع خطوه للور وكتشوف كملاحظ داك المشكل، تقريبا تدريجيا كتبدا كتشوف داك المشكل هو واحد الحاجه تافهه. وهنا كيخليك انك تخدم المنطق العقل ديالك عوض ما تخدم العواطف ودوك المشاعر الداخليه. الكاتب كيقول ضروري انك تستخدم هذا المصطلح التقني فاش كتهضر مع راسك اللي سميتو الخطاب الذاتي المتباعد distanced self talk، يعني تهضر مع راسك بصيغه الغائب. هو انك مثلا عوض ما تقول انا خايف، قول علاش محمد خايف. وهنا كيخليك انك تخرج خارج الصندوق باش تعرف دوك المشاعر علاش جاو وعلاش انك شعرتي اصلا بداك الخوف. الفكره الرابعه اللي هي ترتيب البيئه المحيطه بك. عقلنا كيأثر بزاف دوك الحوايج اللي دايرين بينا،
يعني فاش كتكون الفوضى الروينه في ديك البلاصه اللي كنكونوا فيها كنوقعوا في واحد ديستراكشن، وحتى التركيز ما كنقدروش اننا نركزوا على دوك المهام اللي كنديروها في ديك الساعه. جرب هاد الحاجه هادي ورد عليا. فاش كتكون معصب مثلا ولا مضغوط لواحد الخدمه، حاول ديك البلاصه اللي كاين فيها الا كانت مرونه، حاول انك ترتب مثلا كتوبه ودوك الوراق اللي مشتين في الارض مثلا، ولا مشتين فوق ديك البلاصه او داك المكتب اللي كتخدم فيه، حاول انك ترتبهم. وحتى داك الفراش ديال البيت ديالك حاول انك ترتب اي حاجه في داك البيت اللي كاين فيه، وشوف كيفاش غادي يكون المزاج ديالك وكيفاش غادي يكونوا الافكار ديالك حتى هما مرتبين. وفاش كيكون واحد النظام واحد الترتيب في ديك البلاصه اللي كنكونوا فيها، كيعطي للدماغ ديالنا واحد الاشاره مباشره بلي كلشي تحت السيطره. الفكره الخامسه اللي هو الدعم الاجتماعي الذكي. هو فاش كيوقع لنا مثلا واحد المشكل في الخدمه ديالنا او واحد المشكل نفسي في المشاعر ديالنا، كنبغيو اننا نفرغوا دوك المشاعر على شي واحد عزيز علينا، ولكن يقدر داك الشيء يرجع ضد ديالنا الا ما لقيناش واحد الحل لذاك المشكل، سواء داك المشكل في الخدمه ديالك او داك المشكل النفسي. الدعم الحقيقي هو ملي كتحاور مع داك الشخص كما كان، سواء من العائله ديالك او صديق اخ كما كان، وكتحاور معاه وكيشوف داك المشكل اللي قلتي ليه، سواء المشكل في الخدمه ديالك او داك المشكل النفسي، عوض ما يسمع لك ويسكت، يسمع لك وكيخليك انك توضح لك الرؤيه باش انك تلقى داك الحل لذاك المشكل. خلاصه القول، داك الصوت اللي في راسك يقدر يكون اسوأ عدو لك، ولكن الا خديتي واحد المسافه بينك وبين داك الصوت غادي توضح لك الرؤيه، وهضرتي معاه كانك كتنصح في واحد الصديق ديالك او واحد الاخ ديالك، غادي يولي كيفهمك مزيان وغادي يولي يخدم للصالح ديالك. كان هذا هو النهايه ديال هذا الفيديو هذا. الى عجبكم بحال هذا المحتوى اللي كندير، ما تنساوش انكم تدعمونا بالبارطاج ديالكم مع العائله ديالك، الاصدقاء ديالك، الجيران ديالك، باش تعم الفائده.